أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وأولى فقرات هذه الحلقة من أما بعد الهجرة النبوية الشريفة، وعام جديد هجري يهل علينا اليوم. بدأنا عام 1437 النهاردة. للأسف الشديد كتير مننا ما بيعرفش. لو سألته احنا في سنة كام هجرية ما يعرفش، بس مش مشكلة. المشكلة الأكبر إنه ما يبقاش عارف كمان إنه المسلمين كان عندهم حضارة كبيرة جدا. كل سنة بنحتفل بالعام الهجري، كل سنة بنحتفل بالأعياد والمواسم الدينية وكذا، وفرحانين بس بأنه يبقى أجازة اليوم، والنهاردة الأربع أجازة عشان رأس السنة الهجرية. طب هي إيه؟ مفيش. طب عملوا إيه الناس اللي كانوا قبلنا؟ كانوا بيحتفلوا إزاي بحياتهم؟ كانوا بيمارسوا حياتهم إزاي؟ كانوا بيساهموا إزاي في إعمار هذه الأرض؟ ولا شيء. لا نتعلم أي درس من أي حدث بيمر علينا. كل اللي في دماغنا النهارده الأربع أجازة، فكويس هضرب بقى كده الخميس معاه، والجمعة أجازة طبيعي، والسبت أجازة، كده روقت 4 أيام. على أي حال، المسلمين عندهم تاريخ كبير جدا ومشرف جدا في إثراء الحياة وإثراء العالم كله، وإنماء الحياة البشرية بشكل عام بإسهامات عظيمة جدا في كافة فروع ومناحي العلوم المختلفة. أسماء كبيرة جدا وبارزة طول الوقت بنتذكرها مع بعض: ابن الهيثم، الرازي، ابن النفيس، الفارابي، وغيره وغيره، الخوارزمي طبعا، الزهراوي، وغيرهم من الأسماء الكبيرة جدا اللي أسهمت إسهام بالغ الأهمية في تقدم وازدهار هذا العالم. وده اللي حط اللبنة الأولى اللي وصلتنا أو وصلت العالم في الحقيقة للي بقى عليه حاليا. كل العلوم اللي انتم بتشوفوها دلوقتي بدايتها وبذورها الأولى، ويعني النبتة الأولى بتاعتها في الغالب زرعت من قبل عالم مسلم. ماذا يفعل العلماء المسلمون الآن؟ أين تقف الحضارة الإسلامية الآن؟ للأسف الشديد بعيد جدا، في صف طويل احنا بنقف في آخره. ليه كده؟ وإزاي نقدر نعدل ده مرة أخرى ونستعيد هذا الدور المشرق للحضارة الإسلامية؟ مهم جدا نسأل نفسنا مثل هذه الأسئلة ونحن نمر بمثل هذه الذكر العطرة، ذكرى الهجرة النبوية الشريفة. بالمناسبة، قبل ما أرحب بضيفي معايا النهاردة ومع حضراتكم في الاستوديو، في معلومة كده طريفة يعني سريعا أقولها لحضراتكم: إنه رأس السنة الهجرية ما كانش المفروض يبقى في محرم. الهجرة حقيقة حدثت في شهر ربيع الأول، الشهر الثالث من السنة، وما بدأش التقويم بالتقويم الهجري غير بعد 16 سنة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بعد 16 سنة من الهجرة الفعلية اللي حصلت، اللي هاجرها الرسول عليه الصلاة والسلام، وبدأوا اعتمدوا التقويم الهجري بداية من المحرم. في شوية أسباب كده مش مجال ذكرها. خلونا نرحب بضيفنا في الاستوديو. معانا الدكتور حاتم محمد صالح، رئيس وحدة الوراثة البشرية بهيئة المصل واللقاح. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب. نقطة مهمة جدا وحدث تاريخي مهم جدا جدا انه يبدأ تقويم جديد، والتقويم الهجري، ونقطة تحول مهمة في تاريخ الإنسانية بشكل عام. ازاي نقدر نستعيد دور ومكانة الحضارة الإسلامية مرة تانية في وسط العالم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحب أوضح أن الحضارة ما هي إلا مجموعة تراكمية من المعرفة. صحيح. جيل بيورث جيل وهكذا. مشكلة المسلمين أنهم ورثوا العلم ونقلوه بأمانة شديدة من الإغريق والرومان، وترجموا، وأيضا الفرس وكل البلاد التي فتحوها، وأضافوا عليه وزادوا وأبدعوا. لكن المشكلة الحقيقية هي ليست في المسلمين وحدهم، بل في العالم كله، لأن هناك نكران وجحود للحضارة الإسلامية وفوائدها. ونريد أن نوضح أن الحضارة الأوروبية ما قامت إلا على أكتاف الحضارة الإسلامية. حقيقة هم أبدعوا وأحسنوا ونقلوا، ولكن جحدوا الفضل.
وهذا يجعلنا نرى الموضوع من زاوية أخرى. معلش يا دكتور اوقفك عند النقطه دي، بس اتفضل. جحدوا الفضل ازاي اذا كان في كتير جدا من جامعات العالم المتقدمه قوي، يعني منهم مش متذكر الجامعه، يعني لا يحضرني الاسم دلوقتي، انما في جامعه شهيره في بريطانيا بتضع تمثال لاحد العلماء المسلمين الكبار، تقريبا الرازي او ابن نفيس حاجه كده، في الحديقه بتاعه الجامعه، وعلى قاعده التمثال انه هذا العالم الجليل قدم للخدمات للانسانيه على فكرة عظيمه وكذا. في جامعات كثيرة. الخوارزمي نفسه المعادلات بتاع فيه متسميه على اسمه الخوارزميات، آه. فده بس حضرتك في كل كتب الطب مثلا يقول لك ان ابن النفيس هو اللي اكتشف الدوره الدمويه الصغرى، مش عارف كلام كده. هو في كثير منهم بيجحدوا دور العرب أو دور المسلمين في نبع الحضارة الإنسانية. هذا الأمور لم تبدأ أن تظهر إلا في بدايات أو أواخر القرن كمان العشرين، لما بدأت حركة الاستشراق الحقيقية تبدأ وتنقل المعالم الحقيقية. لكن قبل كده يعني مثال زي ضيفنا اللي هنتكلم عليه الزهراوي، هو اسمه أو كنيته أبو قاسم الزهراوي، لكن لا يعرف في أوروبا إلا بأبو الكيسس، وفي أسبانيا أبو الكيسو. طبعا اي واحد اوروبي بيقول لك ده واحد اوروبي، يعني الانسان العادي بيظن ان هذا ايه، ان هذا رجل اوروبي، وليس للمسلمين اي فضل وتشويه لتاريخ المسلمين في الاندلس مثلا، اللي هي بنيت عليها الحضاره الاسلاميه، الحضاره الاوروبيه في العصور الوسطى ونهضت بها اوروبا. لكن يعني حضرتك من كل 10 مثلا بيتكلموا عن فضل الحضاره الاسلاميه تجد واحد منصف و9 غير منصفين. ده ادى الى جرح بس هو اسم الاسم اختلاف ده بسبب اللغة، اختلاف اللغات واللهجات يعني. بس اقول لك على حاجه، نهر التاخة هو نهر التاج المفروض يعني، فهم بالاسم بسبب النطق الاسباني للكلام او بسبب اختلاف اللغه يعني، فبقى اسمه تاخة او تاخو اصنع تمثال اذكر اسم الرجل كما ينبغي، لكن ما اقولش مثلا اسمه ابو الكيسس، وما اقولش ان هو مثلا اسمه الزهراوي نسبة الى مدينة الزهراء. هذه المدينة طبعا دمرت الان وليس لها وجود بعد استيلاء الأوروبيين على الأندلس، فبالتالي ليس له أي كنية توضح أن هذا الرجل له فضل أو أن المسلمين لهم فضل. لكن أوضح برضو أن الحضارة الإسلامية لو وضح دورها الحقيقي للمجتمع الأوروبي العلمي أو للمجتمع الأوروبي عموما أو المجتمع الغربي عموما، ما كان هناك صراع للحضارات كما ادعى سامون هينتون في كتابه، ولكن كان هيبقى نوع من الاعتراف بالجميل، فكانت الحضارتين يتشاركوا. لكن دائما مثلا في كتب المستشرقين أنه لابد أن يكون هناك صراع ما بين الحضارتين، مع أن لو هم عرفوا الفضل الحقيقي للحضارة الإسلامية لا كني شوارعهم كلها بأسماء العلماء العرب والمسلمين. طيب دكتور حاتم، يعني برضو نقطة مهمة في السياق الحوار اللي احنا بنتكلم فيه ده والموضوع ده، العرب او المسلمين لما كانوا في فترة الازدهار بتاع الحضارة بتاعتهم بنوا هذه الحضارة على المعارف والعلوم السابقة، يعني جت من زي ما حضرتك ذكرت من شوية الإغريق واليونان والفرس وغيرهم، يعني هم صهروا كل هذه المعارف في بوتقتهم وأضافوا عليها وتجادلوا مع هذه المعارف وعملوا حراك فيها، وظهرت علوم جديدة وظهرت أيضا نظريات حديثة في وقتها طبعا. ده بيقول انه هذا التواصل والتآزر ما بين الحضارات مهم لإنتاج علوم ومعارف جديدة. سليم؟ بس ده ما انقطعش برضو دلوقتي، يعني ليه بيتقال، ليه العنوان بتاعنا انه ليه الحضاره الاسلاميه غايبه؟ طب ما هو في علماء، اذا كنا بنقيس على العلماء، في علماء مسلمين وعرب منتشرين في كل الدنيا ويساهموا في الانجازات والاكتشافات العلميه طول الوقت. ليه ما فصلنا بقى انه دي حضاره اسلاميه زي اللي كانت قبل كده؟ لان المناخ اللي ظهرت في الحضاره الاسلاميه في السابق يختلف عن المناخ الموجود. يعني حضرتك لو تكلمنا عن المناخ الموجود في الحضاره الاسلاميه في عهد الخلفاء كان في تقدم شديد جدا في مجال العلوم، حتى ان الحكام كانوا يراعوا العلوم ويهتموا بها. اما في العصر الحالي
فجميع السياسات الموجودة في الدول الإسلامية بلا استثناء لا تهتم بالبحث العلمي أو توكل له أي شيء من الاهتمام. فبالتالي دائما يكون العالم صنعة الغرب، يعني ينسب أكثر للمجتمع الذي نشأ فيه. هل يوجد من عندنا في مجتمعاتنا الإسلامية الشرقية من خرج وحصل على نوبل زي أحمد زويل؟ للأسف لا. لكن في المجتمعات الغربية فهو بيصبغ بصبغة أوروبية، صبغة من هذا المجتمع، فبالتالي بيكون انتسابه إلى هذا المجتمع. يعني ما تقدرش تقول تنسبه ازاي اذا كان حتى لو تحدثت معاه بالعربيه، باللغه العربيه اللي هي لغته الام، تكتشف انه مش قادر يتكلم جمله واحده باللغه العربيه، والعلوم نفسها بالانجليزيه، مفيش بالعربي، مفيش اي حاجه. المحتوى العلمي العربي ضعيف جدا جدا. وحتى في نقل العلوم، يعني سبب برضو من ابداعات العرب والمسلمين انهم كانوا لديهم حاجه اسمها ديوان الترجمه، وكانوا بيبعتوا افراد الى كل شتى نواحي الدنيا فينقلوا منها المعارف والكتب، لدرجه ان في مكتبه قرطبه كان في اكثر من نصف مليون كتاب منسوخ يدويا. يعني بمعنى اصح هذا الكتاب في المكتبة إذا قرأه 100 على الأقل في خلال 800 سنة، فإن شبه جزيرة أيبيريا أو الأندلس كان فيها نص مليار كتاب شتى مناحي المعرفة. أتحداك الآن أن يكون في الدول الإسلامية في نص مليار كتاب قرئ، أو موجود حتى عندنا نص مليار كتاب. ده بخلاف الإشكالية الضخمة في حركة الترجمة بقى كمان. دي حاجة، لأن طبعا ما عندناش من المترجمين اللي هم بيبدعوا. طبعا في علماء أكيد في الترجمة، لكن أكيد ليس بالقدر ومجهودهم ضعيف، ولا يوجد تشجيع من الدول الإسلامية على النهوض بالعلم، لأنها بتأثر إلى الدعاء والركنة والراحة، وبتقول ليس هناك أحسن مما كان أو أبدع مما كان، ليس في الإمكان أحسن مما كان، أبدع مما كان أو أحسن مما كان. ذكرت لي من شوية عالم كبير وهو أبو القاسم الزهراوي، وقلت لي ده حتى محرفين اسمه، يعني أبو الكيسس بيقولوه في أوروبا، وأبو الكيسو في أسبانيا. مين الزهراوي؟ الزهراوي هو محمد بن خلف ابن عباس الزهراوي، وسمي الزهراوي نسبة إلى مدينة الزهراء، ولكن كنية في الزهراء دي في أسبانيا، هي بجانب مدينة قرطبة، لكن للأسف هذه المدينة دمرت أثناء الاجتياح الملك ألفونسو والملكة إيزابيل في طرد المسلمين من الأندلس، فتم تدمير هذه المدينة التي بناها عبد الرحمن الناصر. وهذا الرجل ولد سنة 935 ميلاديا وتوفى 1015، وبالتالي احتفلت أسبانيا بمرور 1000 سنة على وفاته. هذا الرجل السنة دي واحتفلوا به في شهر أغسطس بإطلاق اسمه على شارع بجوار الجامع الأكبر أو الكاتدرائية الآن. هو كان الجامع الأكبر الموجود في الأندلس وتم تحويله إلى كاتدرائية. فين؟ طليطلة؟ في قرطبة. في قرطبة. وتعتبر هذه هي أروع تحفة معمارية في الأندلس. يعني الأسبان برغم أنهم يتعاملوا مع المسلمين بخشونة وفظاظة، لكنهم يؤثروا هذا التاريخ وينسبوه إلى أنفسهم. هذا الرجل تم عمل تمثال له وأيضا شارع باسمه، ولكن برضه بالاسم أو الاسم الغربي حتى لا يعرف الناس من هو أبو الكيسس، هو الزهراوي. فهو عالم حبر الجراحين وعلامة العلماء في الطب الإسلامي، يتفوق على ابن سينا في كثير من الامور طبعا. طب ليه الاسم مش مشهور زي اسم ابن سينا؟ ابن سينا اسم مشهور جدا. والله هو اعتقد لان ابن سينا ظهر في العراق، انما ابو الكيسس او الزهراوي نشأ في اوروبا، فهم خدوا منه واستسهلوا النطق. فبالنسبه لنا احنا مش معروف، لكن بالنسبه لما تسال اي دكتور في اوروبا يقول لك ابو الكيسس ده اشهر من علم، لانه على اكتافه كتابه التصريف لمن عجز عن التأليف، اللي يعد أول مرجع مصور طبي في كيفية إجراء الجراحات والطب في خلال 30 مجلد، كل مجلد يعتبر كتاب
وحده. هذا الرجل أعد من احنا أفضل معنا على الصور الشاشة من بعض الكتاب. بعض الصور من المخطوط بتاع الكتاب. أيوة. فتكتشف أن هذا الرجل هو أهم جراح لا في ده تاريخ ايه الإسلام. بقى؟ ده الصورة اللي لو نقدر نرجع الصورة اللي عدت تاني، مريض وحد واقف جنبه يعزف له. ده كان نوع ان هم كانوا بينظروا في يعني الاطباء الاسبان، اصل ده فيلم اسباني. ده بيتكلم عن ان المسلمين كانوا بيعالجوا علاج عملي وفعلي، اما الاوروبيين فكانوا ينظروا للمرض على انه لعنه من الله، وانها حمى، وانها مس من الجن والشياطين. الشياطين وكذا. فيعني فبهذه الطريقه فكده بقى يخرج الجن يعني من جسد المريض ده. وده يوريك قد ايه ان الاندلس كانت مسابقه او سباقه في الطب بقرون. ده اللي احنا بنشوفه ده اجزاء من فيلم عملته اسبانيا، فيلم معمول عن الزهراوي. عن الزهراوي الاحتفال بيه. ده بيوري حضرتك قد ايه اوروبا، يمكن نتكلم عن اوروبا ومقارنه بالاندلس في هذا الوقت. كان الطب يمارس من الحلاقين، وكانوا يسموهم الحلاقين الجراحين. في الوقت الذي كان المسلمين فيه عندهم اكاديميات طبيه، وكانت مستشفى قرطبة هي أهم مستشفى في العالم، ومدينة قرطبة كانت تسمى حاضرة العالم، يعني أفضل مستشفى في العالم في أفضل مدينة في العالم. لدرجة يعني برضه بدون خروج عن هي دي الصورة. أيوه بالظبط. لدرجة أن ملك بريطانيا العظمى بتاعتهم جورج الثاني لما حب يعلم بنته بعت بنته بخطاب يتذلل فيه إلى حكام الأندلس، فقائلا لهم أنتم بلادكم بلاد العلم والنور، فعلمونا يعني. علموا بنتي. وكتب ووقعها الوثيقة بخادمكم جورج، لم يقل ملك بريطانيا، لم يقل جورج الثاني، لم يقل، قال خادمكم جورج. اعترافا منه بالعلم وبأهمية العلم، بالعلم وعظمة العلم في هذا الوقت. صحيح. لدرجة أنك يعني عايز أقول حاجة، إن الطلبة الأوروبيين حينما كانوا يذهبوا الأندلس يتعلموا، فيتعلموا اللغة العربية، فيذهبوا إلى بلادهم بعد انتهاء دراستهم فيتحدثوا العربية شرفا وكرامة، ولا يتحدثوا بلغتهم. زي المجتمع المصري مثلا في وقت في الاربعينات مثلا، في الثلاثينات كان ده اللي بيتكلم فرنساوي، ده بقى اللي هم الطبقه الراقيه. فاصدر البابا انجليزي ودخل الانجليزي في العربي، فرانكو اراب. فاصدر البابا قرار بعقاب اي طالب يذهب الى الاندلس ليتعلم ويتحدث العربيه في موضعه. ده دليل على مدى ما كانت تتمتع به الامه الاسلاميه من تقدم، لدرجه ان مدينه قرطبه كان بها وحدها فقط 50 مستشفى و70 مكتبة عامة، وأكبرهم مكتبة قرطبة الأموية التي كان يشرف عليها الخليفة نفسه. يعني الخليفة حكم ابن عبد الرحمن الناصر أوكل إلى أخيه المنذر بالإشراف على جامعة قرطبة اللي هي كانت في الجامع الأكبر اللي هو تحول بعد كده إسكندرية، وإلى أخيه عبد العزيز بالإشراف على المكتبة الأموية، لدرجة أنه كان يمنح العطايا والهبات ويأتي بأعظم الأساتذة من كل نواحي الأرض في العلوم المختلفة، يعني ليست علوم دينية كما يظن البعض، بل علوم دينية وعلمية، ويبذل لهم العطاء ويصرف لهم المنح ويساعد الطلبة المحتاجين ويوفر لهم المنح الدراسية. تخيل حضرتك في هذا الوقت كانوا يفعلوا هذا، لدرجة أن كثيرين من علماء الغرب قالوا لو أن النظام الإسلامي في المنح الدراسية كان موجود بهذه الطريقة ما وجد على الأرض، مش على أرض الأندلس، على الأرض واحد جاهل، لأنهم كانوا يصرفون بأموال طائلة يبذلون العطايا ويوقفوا الأوقاف لهذه معرفة منهم بأهمية العلم ودور العلم في الحياة. طب دكتور إزاي تحدث المستشرقون عن الزهراوي؟ كيف تعاطوا معه يعني؟ أنا أحب الأول أوضح إعجاز الزهراوي، لأن من خلال شخصيته نقدر نعرف إزاي يكون للمسلمين علماء مثل الزهراوي. هو أفنى حياته للعلم، فقال عنه ابن حزم أنه صاحب الفضل والعلم والأدب والدين. فهذا الرجل كان عالما زاهدا تقي، مارس الطب وكتب هذا الكتاب في مجمل عمره كله كتاب واحد فقط، فلما بكل خبراته له من الاختراعات أنه أدوات الجراحة حتى هذه اللحظة هي من تصميمه.
جميع ادوات الجراحه التي اجريت الان مثل مقصره اللوزتين، جفت الولاده، المشارط بجميع انواعها، ادوات خلع الضروس، كل ما يتعلق بالجراحه هو اللي صممه، موجوده في كتابه. في كتابه 250 براءه اختراع لوجه الله قدمها هذا العالم لكل البشر. وايضا وضع خبرته المعمليه، مش زي مثلا علماء الغرب لما يقول لك النو هاو، يعني ايه كل خطوه تدفع ما ادريش انا سر الصنعه بالظبط. اعطاه كل ما يعرفه من معارف مجانا لوجه الله. ولهذا كان كتابه الذي ترجمه جيراردو كريموني في القرن ال 12 هو المرجع الاساسي في تعلم الطب، وكان لا يجاز ان يحصل احد على اجازه في الطب الا بعد ان يدرس كتابين. كتاب الزهراوي رقم 1 اللي هو التصريف لمن عجز عن التأليف، وكتاب القانون لابن سينا. إذا يعني اجتاز الممتحن هذا صار طبيبا خلاص، يعني هو ينجح في الكتابين دول ابن سينا بقى دكتور. ده غير ان هو اول من اكتشف السرطان والاورام وعالجها بالكي، ونجح في علاجها بطريقه اذهلت العالم، لان هو كان يستخدم ادوات للكي دائريه حتى توزع درجه الحراره على الانسجه، فبالتالي عرف الاورام وعرف دقه الكي لكل عضو وانسجته، يعني ليس القدم، ومسجل كل ده وكل هذا في كتابه. وايضا هو اول من حشى الضروس وربط الاسنان ببعضها بخيوط من ذهب وفضه، فكان اول من اهتم بتقويم الاسنان، لدرجه ان مؤرخ الطب الشهير طبيب الاسنان الشهير الامريكي ايبسل قال انه اعظم جراح فك واسنان حتى القرن العشرين. الله، ده الراجل يشتغل على كل انواع الطب، لم يترك شيء. ده انا اقول لك انجازاته محتاجين اوقات مش بس جراح، ده هو كمان معالج، وهو كمان بتاع دكتور اسنان، وحط نظريات في الجراحه. يعني حط نظريات في الجراحه. اول من وقف النزيف بربط الشريان بالحرير بخيوط من الحرير، واول من خيط الجروح بخيوط من امعاء القطط. وهذا الرجل العظيم كان طبعا الحاجات دي نسبت الى غيره، لكن طبعا الاستشراق الحديث اثبت انها لا، الكلام ده كله مردود لان هو عالم الحاجات دي قبل اوروبا من 600 سنه. ده لدرجه كمان طريقه خلع الكتف اللي نعرفها بطريقه كوخر للعلاج هو اللي عملها، وسرقها منه كوخر من 600 قبل كوخر ب 600 سنه. فهذا الرجل له انجازات كبيره. ولو سمحت لي ان نتكلم عن العلماء، بس للاسف الوقت انتهى، فضل يعني في نص بس هي كلمه قالتها انجريد هونيكا عنه، قالت ان في كتاب شمس العرب التي سطعت الغرب، وضحت مدى تقدم العلم الجراحة على يد الزهراوي، وقالت أن الزهراوي نقل هذا العلم من علم الحلاقين والجزارة إلى علم وفن يرتقى به. هذا الرجل الأطباء. دكتور حاتم محمد صالح، رئيس وحدة الوراثة البشرية بهيئة المصل واللقاح، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتنا النهارده وألقيت لنا الضوء على عالم مهم جدا من علماء البارزين في تاريخ الحضارة الإسلامية، اللي كلنا بنتمنى أنها تعود مرة أخرى لتبوء مكانتها اللي كانت موجودة عليها في فترات وعصور سابقة. ونحن معا نتذكر ونمر بذكرى مهمة جدا، وهي ذكرى الهجرة النبوية الشريفة. مرة ثانية بقول لحضراتكم كل سنة وحضراتكم طيبين. بشكر جدا دكتور حاتم على تشريفه لينا في فقرتنا الأولى النهارده من حلقتنا مستمرة مع حضراتكم. بعد فاصل قصير هنروح لفقرتنا الثانية، وارتفاع الأسعار سببه ارتفاع سعر الدولار أم هو فقط جشع من التجار؟ بعد الفاصل مع أحمد عبد العزيز، تابعونا.